إلا الله محمد رسول الله. أما بالنسبة للسبحة والحصى في ذاتها النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام سبحن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في المسند والسنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، يعني ينبغي الإنسان أن يسبح بيده، والتسبيح باليد إما أن يكون هكذا بالأصابع وإما أن يكون بالأنامل، فكل إصبع فيها ثلاثة، فتكون اليدين فيها 33، فنقول إذا سبح بهذا فهو الأفضل والأتم. أما بعض الناس الذي يطرأ عليه النسيان والخلط لا يدري هل هذه اليد هي الحسبة الأولى أو الثانية، فنقول لا حرج عليه أن يستعمل السبحة. وقد جاء هذا عن بعض السلف أنه كان يعد شيئا من العبادات بالحصى أو بالخاتم. جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تعد الركعات بخاتمها، وإسناده عنه صحيح. وجاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وعن أبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يسبحون أيضا، فنقول لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان ينسى أو يغفل، والأولى في ذلك أن يسبح بيديه، وهو السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم أحدا من السلف منع من استعمال السبحة في التسبيح، ولكن نقول إذا كان ذلك التزاما بعدد معين فنقول هذا يكره، وهذا هو الذي ظاهر ما جاء عن عبد الله بن مسعود كما روى ابن أبي شيبة وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها أنه دخل على قوم وهم حلق وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول سبحوا 100 هللوا 100. نقول إنما أنكر عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هذه الصفة وهذا العدد فقال بذلك ولم يقل في ذات التسبيح، فنقول إن الأفضل في اليدين، وإن كان الإنسان يشق عليه العد فنقول لا حرج عليه أن يعد بالمسبح.